السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعين قناة وصفات مهمة لحياتك. معلش بقى على تأخير الفيديوهات، لأن طبعا الوقت ضيق جدا والشغل كتير والله، فمش قادر إن أنا أوفيكم حقكم في الفيديوهات. بس النهاردة إن شاء الله هنتكلم على عشبة مفيدة جدا، اللي هي العشبة دي. يا رب تكون باينة. العشبة دي مفيدة جدا وتعتبر أكل الفقراء، يعني بتقلل الكوليسترول المضر في الدم، بتنظم السكر، بتخش في علاج أمراض الكبد والأمعاء، مفيدة لكل حاجة، للزور، مفيدة أكتر كمان للجماعة اللي هم عندهم ضعف جنسي. ممكن لو داوم عليها لمدة 10 أيام هتعتبر علاج له، بس طبعا ما يطولش، لأن طبعا أي حاجة زيها زي أي حاجة الكترة فيها مضرة. يعني كبيرك أسبوع 10 أيام تاخدها كل يوم مرتين ثلاثة، وبعد كده بتقف أسبوع 10 أيام تانيين. العشبة دي طبعا يعرفها الناس الفلاحين أو الناس اللي بتزرع. هي عندي بقى لها فترة فدبلانة شوية، بس عادي بتتاكل عادي، يعني الأوراق والجذور بتتاكل. يعني انت لو هتجيبها من الارض، كل اللي انت هتعمله هتقص منها الحته الاخرانيه اللي هي بتبقى تحت في الارض، وبتتغسل وتتاكل طبيعي. العشبه دي اسمها الجلوين او الجعضيد، مفيده جدا. ويا سلام بقى لما تعملها مثلا مع سندوتش جبنه حادقه كده وبتاع، وتحطها في سندوتش، طعمها جميل جدا على فكره، وناس كتير ما بتستغناش عنها في بيوتها. يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.